يلا بينا أول يوم في تحدي 240 ساعة لخسارة 4 كيلو من الوزن. اكتبي ورايا كل التفاصيل وما تنسيش تقري الكابشن كويس. أول يوم نزلت السوبر ماركت اشتريت كل الطلبات اللي أنا محتاجاها وما نسيتش أختار نوعين من الفاكهة كانوا الموز والكانتالوب، هحتاجهم كتير الفترة الجاية. وبدأت أحضر المشروب الأخضر عشان أبدأ بيه يومي، وده كان أول وجبة أخدها في اليوم ده الساعة 3. وبعدها حضرت مية الديتوكس وكملت بيها باقي اليوم. دخلت التمرين 20 دقيقة كارديو وبعدهم 15 دقيقة تمارين مقاومة، وبدأت أحضر وجبة الغداء. كانت صدور فراخ مشوية مع دبس الرمان وكمان سلطة الكينوا. الوصفة دي من أحب الوصفات لقلبي، بتشبعني جدا جدا وبتحسسني إن أنا مش قادرة آكل أي حاجة بعدها. لو عاوزين الطريقة بالتفصيل اكتبولي كومنت كل تحت. السمك ناخد فري بقى. احنا لسه اول يوم. ده وناكل. يلا يلا. لا خلاص ناكل ده يلا دلوقتي اتفضلي. وبالليل قولي نحتفل رأيك في الغدا. بالسمك. دي سلطة كينوا. قلبي احط لك يا ليلي، لازم تاكلي كينوا انت كمان. هوبا عادي، احنا عاملين للولاد مكرونة وايت صوص مع الفراخ المشوية عادي. عادي، وانا كمان باكل فراخ مشويه. ما تزودي سلطة يا دكتورة في ايه؟ لا عشان انا عامله دايت. لا عادي، السلطة عادي في الدايت. لا قولي رأيك بأمان. وزودنا للأولاد مكرونة وايت صوص. انت مش محتاج تاكل في ودي مكان بسكوت وهما رأيك. في مكان تاني. عظيمه حلو. حلوه قوي. بعدين في دريسنج كده يا ليلي محلي طعم في دريسنج تاني على فكرة. حطي تاني حطي تاني. ده مختلف عن اللي انا حطيته عليها اصلا. حبس الاوفر. بحبش الاوفر. انا بحب الاوفر. انا مبسوطه، انا بحب الدايت بسبب السلطات. والغدا كان الساعة 7، وبعدها بساعتين أخدنا مشروب الكركم السحري اللي دايما بنلجأ له بعد كل العك اللي بنعكه في أي عيد. وبس خلاص، دي كانت آخر وجبة في اليوم، واستنوا اليوم الجاي. تحفه. هنكمل دايت يعني؟